صدقوا هذا الكلام. كمن جاء من القرية وسمع أنه ممكن يشوف صورته في التلفزيون ويتحدث مع والده أو ابنه في إيرلندا مثلا. أما وجود لما يعرف أنه هذا ممكن يحصل المرة الثانية والثالثة والرابعة يكون شيء طبيعي. الليبيين في البداية طبعا ما كان حد طبعا الممارسات تجربة مش سهلة. أن تنقل ناس من عهد ظلم وقهر لم كانوا مهمشين. ما كنت تسمع عن ليبيا، كنت لما تروح لبنان ليبيريا، يعني ما حدش عارف حتى اسم ليبيا. لا دلوقتي عارفينها طبعا لازم يعرفوا لأسباب كثيرة مش بس عشان الجماهير. طبعا لأن ليبيا موجودة على الساحة، عندها ديناميكية متواجدة بقوة. طب هل هذه الممارسة سببت في مرحلة من المراحل حالة من حالات الفوضى دعني أسميها؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، إذا كانت دعم حركات التحرر لا أتحدث عن الداخل، لما أتحدث عن الخارج بعد. أنا أتحدث عن هل حالة من حالات الفوضى الداخلية، حالة من حالات السيولة دعني أسميها، غياب السلطة المسؤولة، وهل دي ما زالت مسألة بتعانوا منها بشكل أو بآخر؟ لا عفوا، هو طبعا زمان كانت الوزارات حكرا على عائلات وشخصيات معينة، وكل شيء حكر على مجموعة طبقة من المجتمع، الطبقة أما عندما قامت الثورة أكيد قلبت المعايير. أصبح ابن القرية الصغيرة اللي في آخر الدنيا، هذا الذي كان مهملا، أصبح ممكن عنده طموح أن يكون في أعلى مراتب في ليبيا. أصبحت حطينا الميكروسكوب على أصغر نقطة في ليبيا، أصغر قرية في ليبيا أصبح لها صوت في مؤتمر الشعب العام. لم يعد هناك تهميش، لم يعد هناك إسقاط لرأي أحد، لم يكن هناك زمان ما كانت الناس تعتقد أن ممكن هذا ممكن، إلى عندما رأوه عين اليقين، عندما شاهدت الناس هؤلاء الناس أصبحوا سادة، بدأوا يثقوا في أنفسهم وبدأوا ولا أقول هنا عفوا برضو لا أقول أن الصورة تكاملت أو أن الصورة وردية وأن كل شيء يسير كما نريد، لأن هناك بعض الليبيين لا تروقهم هذه الفكرة، وبعض الناس يروا أن هذا كيف نترك هؤلاء الرعاع أن يكون لهم صوت أو يدخلوا في شؤوننا. وأراهم فين؟ الناس دي فين؟ أماكن موجودة في المجتمع؟ هؤلاء الناس موجودة داخل المجتمع. هو المجتمع هو نفسه هذه التيارات السياسية اللي موجودة في بلدنا. مثلا كان عندنا أحزاب إخوان مسلمين وبعث وقوميين عرب وشيوعيين في ملكيين، هؤلاء اندمجوا. في ملكيين، أكيد هناك ملكيين، لكن الملكيين يدافعوا عن وجود ملك. الملك أصبح الشعب، أصبح كل الناس ملوك. يعني مرحلة وانتهت. هؤلاء الناس أصبحوا ضمن هذه التشكيلة واختاروهم الناس. يعني رأس وزارتنا في أكثر من مرحلة بعض الشخصيات محسوبة على الإخوان المسلمين أو البعثيين والقوميين العرب، وفي تقلدوا أعلى المناصب وموجودين حتى هذه الساعة. طب ليه ولكن لم يدخل عن طريق الحزب، دخل عن طريق المؤتمر الشعبي. طب ليه هذه الصورة غير معلومة؟ أنا تحدثت عن نموذج الآتي من القرية والمنبهر بجهاز التلفزيون مثلا. ليه هذه الصورة ما زالت حالة الانبهار موجودة ولم يعرف بعد طبيعة؟ هل دي مسألة، هل لم تستطيعوا أنتم أن تعبروا عن تلك التجربة؟ هل لم تستطيعوا أن تتحدثوا عنها؟ هل لم تستطيعوا أن تمارسوها بشكل صحيح؟ هل لم تحدثوا أن تحدثوا شكل من أشكال التسويق، أشكال الماركتينج إذا صح التعبير لهذه الفكرة؟ شوف، طبعا نحن مقصرين ما في ذلك شك، ولكن هناك أيضا طغيان للجانب الآخر. الميديا في العالم والغرب والآن يسوقون الديمقراطية في الغرب، ويسوقون التعدي الحزبية، ويسوقون حقوق الإنسان، ويسوقون يعني الناس حتى للأسف كثير من الانتليجنسيا بتاع الوطن العربي انساقوا وراء هذا، ورأوا هذه الصورة المثلى. أنا ضربت مثال على الديمقراطية في أمريكا وعن هيلاري، السيدة هيلاري عندما تتحدث عن أوباما. لا يستطيع أن يراها إخواننا الذين عاشوا في الغرب، يقول لا هذه ديمقراطية وديمقراطية، شفت هذه مثالية وجاءت بهؤلاء. من جاء بهؤلاء؟ هناك مجموعة من اللوبيهات والمجموعة من المتحكمين في سياسات هذه الدول، وللأسف الصهيونية تلعب دور كبير في هذه الاختيارات ومؤثرة وتؤثر في القرارات. هناك الشركات الكبرى تؤثر في هذه القرارات. هذه مش ديمقراطية، هذه ليست ديمقراطية. المنبهرين بهذه أكيد من الصعب علينا أن نسوق أمامهم، وهم تثقفوا وشربوا من هذا الكأس الغربي. من الصعب يأخذ وقت عشان يقتنعوا أن هناك
ممكن الناس تثق في نفسها وتعود ولكن العالم يسير بهذا الاتجاه. يعني حتما سيصل الناس إلى عصر الجماهير، حتما سيصل الطريق الثالث طريق بلير. بلير جاء بعدنا، احنا عام 77 تكلمنا عن هذا. بلير يومها في 77 كان يشتغل في مقهى في باريس، بيدرس في فرنسا ويشتغل في مقهى في الشانزليزيه. يعني متى جاء بلير يعني؟ ولذلك وهذه نقطة أخرى، لو جاءت من الغرب، لو جاءت من أي حد ثاني، الناس تقول من الغرب أكيد طيب صح. شوف هذا الموضوع يحتاج كثير من الحوار في الواقع. نحن فقط نحاول أن نفتح بعض الموضوعات، يعني دعوة لحوار ممتد فيما بعد. ولكن دعني أسألك سؤال أظن أنه يمر بأذهان عديدين من سواء المشاهدين أو المتابعين، ومع حفظ الألقاب، من هو معمر القذافي؟ هل هو رئيس الدولة أم قائد الثورة أم ملك الملوك؟ ملك الملوك، نعم. إمام المسلمين، إمام المسلمين، نعم. مين هو ولا هو كل دول؟ أولا الليبيين كلهم ينادونه معمر القذافي أو الأخ معمر القذافي. معمر أحب لقب إليه الأخ معمر فقط. بقية الألقاب مثلا نأخذ ملك الملوك. عندما دخلنا في إفريقيا وعندما طاف أول معمر ووراء خلفه الليبيين الأحرار، ساهمنا في حرب تحرير إفريقيا ودفعنا ثمن غالي. بعض الناس يقول دفعت شوية فلوس، لا، دفعنا دم من خيرة شبابنا، وقاتلنا من أجل حرية إفريقيا. كما قاتلنا في فلسطين، كنا أيضا نذهب مع جنوب إفريقيا. يكفي أن نقول قاتلتم مستعمرين وقوى استعمارية، قاتلتم أطراف أخرى متنازعة مع أطراف مستعمرين. كانت إفريقيا مستعمرة وقت الاستعمار تقصد. مثلا زيمبابوي كانت اسمها روديسيا. هذه دربنا عشرات الآلاف من الجنود وقاتلنا معهم، وإلى أصبحت زيمبابوي حرة وطليقة. مانديلا أول ما خرج من السجن جاء ليعلق أرفع وسام على صدر معمر القذافي. مانديلا كان سجين في جنوب أفريقيا، وكنا ندعم حزب التحرير، وقتلنا معهم في شمال القارة وجنوبها. كل قادة أفريقيا الأحرار خرجوا من المثابة العالمية، خرجوا من ليبيا وقتلنا معهم. هذا معركة الحرية قادتها ليبيا بعد عام 69. لذلك الأفارقة يكنون احترام كبير لمعمر القذافي وللليبيين لهذا الموقف. قضية معمر طاف بعد تحررت جنوب أفريقيا، وكانت آخر بلد يتحرر في أفريقيا. دعا معمر الاجتماع في سرت لتحريك العجل الأمام، وطالب بتغيير هذا منظمة الوحدة إلى الاتحاد الأفريقي، سعيا إلى قيام الولايات المتحدة الأفريقية. خلال هذه السنوات ذهبنا إلى أفريقيا، طافها معمر أطول رالي في التاريخ، أكثر من 27 ألف كيلومتر، وأنا كان لي الشرف أن أكون معه في هذه الرحلة. طفنا في الصحاري والوديان والغابات والجنجل، يعني لفينا أفريقيا وطفنا على كل هذه أفريقيا، زرناها. رؤساها لم يروا المناطق اللي زرناها، وكانت تخرج الناس بالملايين تستقبل معمر القذافي. وكل هؤلاء الملوك الذين الآن تجمعوا في العام الماضي في بنغازي في ذكرى العيد 39 ونصبوه ملكا عليهم، ملوك تقليديين. عندما يقولوا ملوك قبائل وجماعات وكذا، ملوك قبائل خلفهم ملايين من البشر، خلفهم ملايين. هؤلاء الناس ملوك جماهير، خلينا نسميها. أقصد معمر امتلك قلوبهم فنصبوه ملكا عليهم. يعني الملك ليست